خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هو الذي علمنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة من مدارس الرحمة، تعامل مع الكل حتى مع المخالفين له بأدب واحترام وذوق عظيم، تعامل مع الكل، جعل هذا الدين دين عظيم من أخذ به في هذه الحياة نجا. نحن في أشد الحاجة في أيامنا إلى التعامل بهذه الأخلاق، نحن في أشد الحاجة إلى التعامل مع بعضنا البعض بدين الله وبقرآن الله وبهدي الله وبسنة الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في أشد الحاجة أن كل واحد منا يحترم أخاه. نحن في أشد الحاجة أن كل واحد منا يحترم أباه ويحترم أمه. نحن في أشد الحاجة إلى مجتمع يعرف قدر الله. نحن في أشد الحاجة أن الجار يعرف أن للجار له حق، حتى قال سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هيعمل له ميراث معايا في الشرع وفي الدين. إحنا في واد وديننا في واد آخر، أخلاقنا في اتجاه وأفعالنا في اتجاه وديننا في اتجاه. أمة تلاعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. أمة نسيت نفسها فنسيها رب العباد سبحانه وتعالى. أمة أصبحت في ذيل الأمم، تداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لهم: لا، ده أنتم كتير وكتير جدا كمان، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. مما فعل فينا ذلك قال: من شيئين، من حب الدنيا وكراهية الموت. من حب الدنيا